رغم الظروف السياسية التي تمر بها البلد من جدل حول الانتخابات الرئاسية في مرحلتها الأولى، إلا أن الجمهور ما زال يقبل على دور العرض، وكانت نتيجة سباق الإيرادات في شباك التذاكر هذا الأسبوع على النحو التالي. في المركز الخامس جاء فيلم عمر وسلمى الجزء الثالث، والذي حقق إيرادات 23,180 جنيه، ووصل إجمالي ما حققه منذ بداية عرضه وحتى الآن إلى 16,139,000 جنيه. الفيلم من بطولة تامر حسني ومي عز الدين، ومن إخراج محمد سامي. 1 2 3. أنا قررت أغني شعبي. قول يا سلاسة. طب بيسي 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 وابعد كده عن قميصي. طب بيسي 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 قول يا شقلشة. واهي بعمل واخد وضع البوس على طول. في المركز الرابع فيلم بنات العم، والذي حقق هذا الأسبوع 23,200 جنيه، ليصل إجمالي إيراداته إلى 13,213,000 جنيه. الفيلم من بطولة أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد وأيتن عامر، ومن إخراج أحمد سمير فرج. ممكن تساعدنا نغير العجلة؟ احنا الثلاثة لوحدنا هنا معناش راجل. شوق مخدودة جدا. شوق كريم الدب. شاهين دي. اسجلها ايه بقى؟ شيماء او شيماء. انا عزيز. هو عصر بس اليومين دول عشان عندها ظروف. شوق ظروف معاك بنفكر في هيفا. ما انا تيجي الفيلم ده يرضيك الجبانه دي ما تجيليش البيت ولا مره من ساعه ما اتجوزته. طب في لونجيرير جاي؟ عندكم بديهات كريمه بكم؟ عموما ما تتضايقش انت. في ايه انت هترمي قنبله؟ ايه السؤال حبيبي؟ دي حاجه زفت. وعارفين كانت بتقولي انا شبه مين وانا صغيره؟ مين يا بنت؟ القرموطي ولا مين؟ أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم ريكلام، والذي حقق إيرادات 27,200 جنيه، وبلغ إجمالي إيراداته 4,745,000 جنيه. الفيلم من بطولة غادة عبد الرازق ورانيا يوسف وعلا رامي، ومن إخراج علي رجب. هو في ست في الدنيا يبقى في راجل حاططها في عينيه زي ما انت عامل معايا وما تبقاش حلوة؟ اشتغل معاكي فين؟ اقدم طلبات. ماشي. انا عارفاكي كويس، انت عملتي كل ده عشان نفسك ابقى زيك. انت حاططني فوق دماغك وزعق ليه؟ راجل البيت لما تكفيه. اختك طالب. عليك تختار. هما اللي مشغلين المكان اليومين دول. قبضت عليا 20,000 جنيه. اللي انت بتقول عليها من الشارع دي هي اللي عملت طارق البني ادم. دي فقرية. ده الراجل اتجوزها سنة خد تأبيد، امال لو طول معاها شوية كان خد ايه؟ اعدام؟ المركز الثاني كان من نصيب الفيلم الجديد حصل خير، والذي طرح في دور العرض الأربعاء الماضي، واقتربت إيراداته من ال1,000,000. الفيلم من بطولة سعد الصغير وأيتن عامر واللبنانية قمر، ومن إخراج إسماعيل فاروق. انا جاي اغير انبوبه البوتاجاز. هو انت بجد ولا 3D؟ عطشان عطشان عطشان. يسعد مساكي من غير ما تمسي، يسعد مساكي والنبي بحس. هرد عليه. البنت في مرحلة اللي هي مرحلة المراهقة، اللي هي اسمها مرحلة تذبذب العواطف. طب وهنعمل ايه يا اختي في الموضوع؟ أما المركز الأول والأسبوع الثاني على التوالي فكان من نصيب فيلم المصلحة، والذي حقق إيرادات قياسية منذ بداية عرضه، وكانت إيراداته هذا الأسبوع 4,566,000 جنيه، ليصل إجمالي ما حققه حتى الآن 10,584,000 جنيه. الفيلم من بطولة أحمد السقا وأحمد عز وحنان ترك وزينة وصلاح عبد الله وكند علوش، ومن إخراج ساندرا نشأت.
انت لو مت انا وضعي هيبقى ايه؟ يا ستي ما حدش بيموت في عمر. يا ابني ما فيش مخدرات، ما فيش قضيه. بره بره يا بنت الكلب. ثبت ارمس رهيب. اخو سالم المسلمي مش هيتحبس. اسم الله عليك يا شيخ العرب، اتخضيت ولا شفت عفريت؟